بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن تاني محاضرة في منهج أخلاقيات مهنة التمريض أو ال Ethics in Nursing. هنتكلم عن ال Characteristics of Ideal Professional Nurse. إيه مواصفات ال Ideal Nurse المثالية؟ كلنا باختلاف في اتجاهاتنا ودياناتنا، لكن لازم يكون فينا نفس المواصفات كتمريض. ما ينفعش يبقى فيه اختلاف في شخصياتنا. دي احنا كتمريض لازم بنقدم نفس الصورة بشكل واحد. في شوية مواصفات للنيرس. أول حاجة، النيرس لازم تبقى كين اوبزرفر يعني عندها قوة ملاحظة وبتلاحظ بشكل جيد. هتلاحظ العيان، أي علامات تبان عليه، أي تغير في حالته المزاجية، أي تغير في أعراض ظهرت عليه. هتلاحظ الأجهزة اللي حواليه. الكلام ده كله لازم تبقى كين اوبزرفر. تاني حاجة لازم تبقى كوبرتيف مع زمايلها، بتتعاون مع زمايلها، مع المرضى. مش لازم ده المريض اللي تبعي او اللي معايا، ده المريض اللي مش معايا، ده اللي انا مسؤولة عنه، ده مش المسؤول عنه. زمايلي في وقت شغل وستريس محتاجين مساعدة، لازم اتدخل واساعد. اون تايم يعني لازم تبقى ملتزمة بالحضور في وقتها، ولازم تقدم شغلها في وقتها، ولازم تبقى اون تايم في كل الحاجات اللي بتوكل اليها. تايدي اند كلين، طبعا لازم نبقى نضاف، لبسنا كويس، شكلنا كويس، لبسنا منظم، مكوي، يعني محافظين على شكلنا بروفيشنال. has complete uniform، اليونيفورم بتاعك كامل. ما ينفعش ان انا بدور على قلم، ما ينفعش اقيس حرارة ولا فيتال ساينس من غير ما يبقى معايا ساعة. ما ينفعش بدور على يعني ما اقعدش ادور على ادواتي حواليا. تمام. has self confidence، عندها ثقة بالنفس، والثقة بالنفس مش هتيجي غير لو انا عندي الحاجة اللي بعدها على طول skillful و knowledgeable. لو انا عندي skills كويسة ومهارات كويسة يعني متمكنة من شغلي، وكمان عندي معلومات كفاية، فأكيد أنا هبقى عندي self confidence، عندي ثقة بالنفس. polite and patient، مهذبة و patient يعني عندها صبر على الناس وزمايلها والعيانين. you must be patient. responsible، طبعا عندها إحساس بالمسؤولية تجاه مكانها، تجاه حضورها، تجاه التزامها عيانينها، تجاه التيم اللي بتشتغل معاه، تجاه الأدوات اللي بتستخدمها. لازم تحس responsibility. مش الحاجة باظت مش مشكلة، حاجة ضاعت مش بتاعتنا، العيان جراله حاجة مش مهم. لا، لازم أبقى عندي إحساس responsibility. honest، عندها أمانة. غلطت هقول، والحق اقول ان انا غلطت، اديت لا قدر الله دواء غلط، الحق ابلغ. عملت حاجه وفي مشكله لازم اقول. الموقف لازم يبقى فيه امانه. تمام. cheerful وهامبل، لازم طبعا تكوني لطيفه مبتسمه. العبوث اللي على الوش والتكشيره دي مش بتاعتنا. حضرتك بتتعاملي مع عيانين او بتتعامل مع مرضى هم فيهم اللي مكفيهم وظروفهم صعبه بما فيه الكفايه، لازم نكون احنا cheerful with the patient. physical healthy physically and mentally، لازم تكون عندها صحة بدنية، ما يكونش حركتي فيها صعوبة نتيجة overweight، ما يكونش عندي اهتم بصحتي، ما يكونش عندي أنيميا، ما يكونش عندي مشاكل صحية بتأثر على حركتي. بتابع صحتي، بهتم بأكلي كفاية، بنومي كفاية. mentally كمان لازم يكون عندي صحة نفسية وعقلية كفاية. nurse rules and responsibilities، ايه دوري ومسؤولياتي؟ من مسؤولياتي كتمريض the nurse is responsible for providing the care safe and accurate. مش معنى ان انا بقدم رعاية فانا هقدم رعاية وخلاص. الرعاية لازم تبقى safe، آمنة. مش هدي حقنة وخلاص وتطلع الحقنة غلط. ولازم تبقى accurate، في الميعاد المظبوط، بالطريقة الصح، بالطريقة السليمة لنفس العيان اللي مطلوب له الكير ده. The nurse is responsible for the effects on her action, and when error is made the nurse should report it. Give care to prevent complication، وهو ده اللي احنا بنقوله. النيرس لازم يبقى عندها احساس بالresponsibility، ولازم تبقى honest،
ولو حصل أي خطأ لازم تبلغ في وقتها مباشرة. providing good clinical care، لازم أقدم الكير زي ما قلت يكون safe و accurate، و provided the nurse should be skillful و knowledgeable، وهو ده اللي هيديني self confidence زي ما قلت، اللي هحس بيه لما بقى عندي skills كويسة و knowledge كويسة أكيد هبقى عندي self confidence. كمان keeping her knowledge up to date، ما ينفعش ان انا اكتفيت بالمعلومات اللي انا طلعت بيها من الدراسة، لا القراءة باستمرار والتعلم، دورات workshops تحضرها، ندوات، ادخل على النت واقرا، افتح كتب واقرا، كل ده بيزيد من معلوماتي كتمريض. working with colleagues as a team، احنا كلنا تيم، انا والدكتور والفيزيوثيرابيست والنيوتريشنست بتاع التغذيه والسوشيال وركر، وكلنا حتى الفاميلي معانا في التيم ده، لازم نشتغل كلنا as a team. making trust relationship with patient، لازم البيشنت يحس ان في علاقة فيها ثقة، trust يعني ثقة بيني وبين العيان، اسمع له كويس، احترم العيان، اناديه باسمه، اديله حقوقه، اعرف العيان حقه ايه، اقف جنب العيان، اديله المعلومة بشكل بسيط ومفهوم. لازم كمان اي سر للعيان، اي خبر عن العيان لازم يبقى سر بالنسبه لي، ما ينفعش ان انا اقعد احكي عليه لاي حد. keep her punctuality، لازم تبقى تحافظ على شغلها، تيجي في وقتها، تمشي في وقتها، بتعمل كل حاجه في وقتها، لازم تبقى punctual في ميعادها. The nurse must refuse any gift، ما ينفعش ان انا اخد tips من حد او ان انا اقبل اي هدايا في مكان شغلي. communication with the patient، لازم you must do what show interest in patient saying، لازم احسس العيان ان انا مبسوطه وانا بسمع اللي هو بيقوله، واديله فرصه يحكي عن اللي هو عايزه. let your face show interest، ما ينفعش ان انا ابقى مش مهتمه وباين على وشي ان انا متضايقه من الكلام اللي بيقوله، يلا خلص عشان اخلص اللي ورايا، لازم اديله سبيس من الحوار. use good manners، لازم بستخدم طريقة للتعبير كويسة. speak clearly، كلام يبقى واضح. slowly، بطيء بشكل يعني واضح، في بطء، ما بتكلمش بسرعة مع العيان. و pleasant in a pleasant way، use normal words، الكلمات العادية الطبيعية، بلاش اتكلم بكلمات medical العيان مش هيفهمها، ولا بلغة مش هيفهمها. respect the patient mood، مش لازم تديله المعلومة في وقتها، في وقته هو مش متقبله، وكمان لازم احترم ان هو لو في مود out of standing، يعني هو مش متقبل مني كلام، او مش قادر يتكلم، او بيتكلم بطريقة او باخرى، لازم اتقبل ده واحاول استوعبه. make your body movement look pleasing and energetic، لازم يبان من حركتي وانا بتحرك ان انا عندي energy، ان انا عندي power، ان انا مش lazy وبتحرك ببطء وتكاسل. don't what let the patient think you are too busy to listen، ما تخليش العيان يحس ابدا ان انت مشغول ان انت حتى عشان تسمعه. refuse to do something you should do، ما ترفضش حاجه انت المفروض انك تعملها، سواء في دواء معين كعقاب للعيان، طب انا مش هعمل لك ده، طب انا مش هحميك، طب انا بقى مش هعمل، لا طبعا this is your rule so you must do your rule. okay use slang bad words is not correct، ما ينفعش ان انا اقول اي الفاظ او كلام بطريقه مش لطيفه او في لفظ خارج. اللاود فويس، ما ينفعش ان انا اتكلم بصوت عالي، او unclear when speaking with patient، او يكون الكلام مش صوت مش واضح، او الكلمات مش clear. ان انا استخدم وضع في قعدتي او في حركتي يكون حزين او مش لطيف، او حركة مش كويسة. تمام. اسيب العيان من غير ما استأذنه، طبعا اذنك هسيبك، طيب هطلع اشوف مش عارف ايه وهرجع تاني، طب هروح اجيب كذا وهجيلك and so on، يعني لازم في ريسبكشن للتعامل، ودي ابسط قواعد الكوميونيكيشن مع اي حد في الدنيا. don't discuss the patient informations، ما تناقش في معلومات العيان one patient about another one، يعني ما اروحش العيان اقول له يا حرام عم فلان ده عنده كذا وكذا وكذا ولاده سابوه، واقعد احكي في اسرار العيان تاني. الريلاتيفز والفريندز بتوع البيشنتس او other workers، مش مع حد من اللي بيشتغلوا معايا ولا مع عيلته او قرايبه، مش مسموح. الزوار اللي بيجوا في المستشفى
اي حد جاي من مكان اعلامي او مكان فيه صحافة او كده، آه، آه، ما ينفعش ان انا اتكلم فيما يخص العيان، لان دي تعتبر افشاء لاسرار المريض. شكرا، كده انتهت المحاضرة التانية لمنهج اخلاقيات المهنة.